السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معتز ودي قناتي موبايل برو بلس اللي بنشارك فيها كل تفاصيل مشاكل الموبايل والإنترنت. النهاردة جاي أكلمكم عن نهاية رحلتي الطويلة مع شركة وي واللي حرفيا مش هقدر أنساها أبدا، خصوصا رقم 72 ساعة ده. خلونا ندخل في التفاصيل ويلا بينا. أول حاجة، لو مكنتش مشترك معايا في القناة ياريت تنزل دلوقتي تشترك معايا في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. أهم حاجة اضغط لايك للفيديو علشان هو اللي بيحمسنا ننزل فيديوهات باستمرارية. يلا بينا نخش على طول. يوم 21/12 تقريبا رحت الفرع واخيرا قالوا لي ان الاجراءات خلصت كده وانهم هيضيفوا البيانات الناقصه في البروفايل بتاعك. وقال الموظف بكل ثقه خلال 24 ساعه النت هيشتغل معاك، وفعلا في نفس اليوم الانترنت اشتغل. بس الصدمه بقى كانت تاني يوم الصبح. عودة المشكلة، الساعة كانت حوالي 9 أو 10 الصبح، فجأة لقيت الإنترنت فصل ومعاه كمان الحرارة في الراوتر. يعني كده إنترنت وراوتر وحرارة، مفيش أي حاجة في الراوتر. رجعت تاني أرن على خدمة العملاء وسمعت نفس الرد، استنى 24 ساعة، وكنت متعصب جدا جدا لأن 24 ساعة بتجيب 48 ساعة وبتجيب الرقم المستفز 72 ساعة. والحمد لله تاني يوم الإنترنت اشتغل تاني. وبكده تكون القصة خلصت مع شركة وي بعد معاناة شهرين. تعال بقى نروح للتعويض. بالنسبة للتعويض اللي أخدته بسبب المعاناة دي، بقى إنترنت مجانية 100 جيجا و125 جنيه شحن إضافي أقدر أستخدمهم للشحن أو تجديد الباقة، وغير الباقة الأساسية اللي كان باقي فيها 9 أيام وفيها 130 جيجا يعتبر ما استخدمتش منيهم أي حاجة. يعني التعويض مرضي شوية، لكن بصراحة مش هو اللي هيخليني أنسى الرقم 72 ساعة اللي عاش معايا أكتر من شهرين معاناة مستفزة من شركة وي ومن قنبلة عملاء وي عموما. بس طبعا هسيب لك في وصف الفيديو طبعا الفيديوهين اللي أنا شارح فيهم القصة والمعاناة خلال الشهرين. ودي كانت تجربتي الكاملة مع شركة وي، رحلة طويلة مليانة صبر ومعاناة. لو عندك تجربة مشابهة أو حاجة حصلت معاك أو شاركنا في التعليقات. وعايز أعرف هل في حد مر بنفس الموقف ده؟ إيه أكتر موقف مستفز حصل لك مع شركة الإنترنت؟ وما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وتشتركوا في القناة علشان تشوفوا كل جديد، وهسيب لكم في الوصف روابط الفيديو اللي حكيت فيها القصة والمعاناة بالكامل. سلام، ونشوفكم في فيديو جديد قريب بإذن الله، ويلا سلام.